يا صباح الفل عليكم جميعا، اخباركم ايه؟ انا في الوضع الحالي ده، بما ان الواحد لسه موظف وشغال في شركة موظف، فدايما الواحد بيبقى شايف ان المكان اللي هو موجود فيه بقى روتين ثابت. روتين طول الوقت، مهما بيعمل هو كل يوم نفس اللي هو بيعمله امبارح، نفس اللي هو بينزل الشغل، نفس ان هو بيبقى موجود في الوظيفة. من أجل بصمة، من أجل إن هو يعد أيامه، من أجل إن هو يجي آخر الشهر عشان يقبض مرتبه. فبقى روتين، مفهوش شيء جديد، مفهوش حاجة جديدة تبدع فيها، مفهوش حاجة جديدة تخليك إنك أنت تحب تروح مجال شغلك ده. حتى لو انت بره في سوق العمل، هو نفس الروتين، نفس الموضوع، نفس الكلام، نفس الاشخاص. فايه الجديد انك انت تعمله غير انك انت تعمل حاجة مختلفة في شغلك، او انك انت تحاول توقف وتبعد شوية عن مجال الوظيفة اللي انت فيه. ممكن تدخل في مجال وظيفة تاني خالص، بحيث ان انت بتعمل تغيير داخل عقلك، وفي نفس الوقت التغيير اللي انت بتعمله داخل عقلك ده بتعمله خارج المحيط بتاعك. يعني انا مثلا من شغلي في الشركة فكرت ان انا اسيب الشركة خالص. هو موجود مكان فيه سواقة، اشتغل سواق. فده بيدي لعقلي ان انا يبقى في خبرة تانية مختلفة في شغلي غير المجال بتاعي، ان انا يبقى في خبرة موجودة في حياتية كده في حاجة تانية. فده بيخلي عقلك يستجيب ويستوعب ان في حاجات جديدة، في خبرات جديدة، في قصص جديدة بتبدأها، غير لما انت تبقى عايش روتين. جو انك انت تبقى عايش روتين ما بيبقاش حلو خالص، ما بيبقاش صحي خالص ليك ذهنيا ولا بدنيا. بتلاقي نفسك بعد كده مش حابب تروح شغلك، مش حابب انك انت تنتج، مش حابب انك انت تبدع. خصوصا لما يكون الجو الروتين ده حوالين منك 20 نفر او اكتر من 20 نفر شغالين معاك في الشركة، وكلهم ما بين وظائف مختلفة، بس هي شركة صيانة كبيرة مجمعة كل الفنيين دولت، وبتختلط ما بين مهندس واتنين. بس الفكرة انك انت كل يوم هو نفس الروتين، كل يوم نفس اللي بتعمله، كل يوم نفس الاشخاص، لدرجة انك انت بيعدي عليك الشهر في التاني في التالت كل المواقف الجديدة اللي بتحصل، ان كانت مشاكل خناقات على البوزيشن، او على اوردرات بتتعمل، او على حاجات بترجع تعيد فيها من جديد سواء صيانات او غيره. فالروتين بيبدأ معاك وبيفضل مستمر معاك طول الوقت. اشخاص جت جديدة عليك، او اشخاص مشيت، او حصل ترقية، او غبت، او رحت متأخر او كده. حاجات كده بتحصل مختلفة على مدار يومك او على مدار الايام، ولكن شغلك مستمر زي ما هو، وضعك في الشغل زي ما هو، مرتبك زي ما هو، الدنيا بتبقى ماشية روتين زي ما هي، ما فيهاش جديد. وده كان المقصود بيه، انك انت تطور مخك، اتعلم، بحيث ان انت لما تطور مخك وتتعلم تقدر تضيف حاجة جديدة، تقدر تعمل حاجة مختلفة في حياتك، تقدر تعمل حاجة مختلفة على مدار يومك وعلى مدار الشهر بتاعك. ضيف شيء يخليك تحس انك انت كل يوم بتطور فيه وبتبدع. ولما تطور وتبدع تقدر انك انت تجدد، فوقتها تلاقي فيه حاجات بتحصل في حياتك، مواقف وظروف بتخليك انك انت بتقدر تنتج، وتقدر تبقى عندك حاجة واتنين تضيف فيهم. ولكن جو الموظف وجو انك انت تفضل في قالب الموظف، بتفضل طول حياتك جوه القالب ده، خايف تروح هنا او خايف تنتقل من هنا لهنا، عشان خاطر الالتزامات اللي عليك، وعشان خاطر انك انت خايف من التجربة، وعشان خاطر خايف انك انت مش متعود تجرب. لا، جرب وحاول وعافر، ولازم تبقى عارف انك انت دورك في الحياة تجرب وتغلط. زي ما احنا ما دورنا في الحياة بنتعلم وبنستمر في الحاجة اللي اتعلمناها، لا نجرب ان احنا نطلع بره الحاجة اللي اتعلمناها دي ونخش حاجة جديدة، نعمل حاجة مختلفة، نبقى عارفين ان احنا بنتأقلم على الجديد لغاية ما يبقى عادة في حياتنا وسلوك في حياتنا، وبعد كده نخش على الحاجة اللي بعدها، وهكذا وهكذا. ودي كانت فكرة من ضمن أسرار عقل المليونير، إنك أنت إزاي تخرج من القالب اللي أنت فيه وتجرب حاجة جديدة، بحيث إنك تاخد نتائج مختلفة. وده كان فيديو النهاردة. يلا، نهاركم زي الفل.